السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في قناة النخبة السعودية. يبدو أننا على حافة انهيار اتفاق العلا بين قطر والدول الخليجية الرباعية. أكدت البحرين اليوم رفضها القاطع لما ورد في تغطية قناة الجزيرة القطرية لزيارة بابا الفاتيكان إلى المملكة من افتراءات وإساءات وأكاذيب. يعد هذا ثاني انتقاد بحريني لحملة تشويه تشنها قناة الجزيرة ضدها خلال أسبوع. وأكد مركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين في بيان أصدره اليوم رفضه القاطع لما ورد في تغطية قناة الجزيرة القطرية لزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى المملكة، وأكد عدم التزامها بمعايير المهنية والموضوعية الإعلامية. وقال إن القناة قامت ببث محتوى إعلامي مضلل وغير دقيق تماما عما شاهدته الزيارة التاريخية من مضامين الإنسانية. أكدت احترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات الدينية والعمالية والإشادة بجهود مملكة البحرين الناجحة في ترسيخ قيم التعايش والسلام والأخوة والإنسان. تحمل المركز السلطات في قطر المسؤولية عما تبث القناة القطرية الجزيرة من افتراءات وادعاءات مضللة لا تنسجم مع الأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتضمن إساءات غير مقبولة تماما. ويعد هذا رابع انتقاد تقريبا من مملكة البحرين إلى قناة الجزيرة وقطر، وهذه ليست الأزمة الأولى من نوعها بين البحرين والجزيرة خلال الآونة الأخيرة. أعلنت الملامة في مواقفها متتابعة استنكارها لما وصفتها حملة عدائية تحريضية متواصلة تقوم بها قناة الجزيرة القطرية ضدها. 27 من أكتوبر الأول الماضي انتقدت وزارة الداخلية في مملكة البحرين حملات التشويه والتحريض على مملكة البحرين وشعبها عبر قناة الجزيرة القطرية، مشيرة إلى أنها تتم في إطار ممنهج ما تفتقر المهنية والموضوعية الإعلامية. وأكدت أنه ليس صحيحا على الإطلاق ما نشرته قناة الجزيرة على موقع إلكتروني عن أن مرتكب حادث الاعتداء على موقع ديني في مدينة شيراز بإيران بحريني الجنسية.